حطيت الميه السخنه بتاعتنا في المقلاة الكحلي عشان انا بشوحها كده بس كده، وبعدين بنزل عليها بقى بالحاجات اللي احنا قطعناها. بس بشوحها لوحدها كده في شويه برضو حاجه بسيطه، فلفل اسمر. قبل ما احط البصل والطماطم وكده مع الفراخ ومع اللحمه لازم نديها التشويحه دي لوحدها الاول، بحيث اي زفاره اي ميه فيها تروح، بدل ما نحط الطماطم والبصل والطماطم بتنزل ميتها، لا احنا بنديها تشويحه الاول وبعد كده نضيف عليها بقى اللي احنا الطماطم والبصل اللي احنا عايزينه بقى، عشان لو نزلت حتى ميتها تبقى ميه البصل والطماطم مش ميه اللحمه. اهو مفيش اي ميه خالص فيها اهو، مفيش اي ميه، فيبقى كده تمام وكده مفيش زفاره عندي. نحط بقى الحاجات اللي احنا قطعناها مع بعض. مش عايزه اقول لكم ريحتها جميله والله ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله. الشوربه بتاعتنا غلوتين كده بقى، وهدي بقى عليه تستوي بقى، نسوي الخليط ما بقدر.